كالعادة الزمالك ما بيتغيرش، الحقيقة دايما هتلاقيها تايهة ومش موجودة. حتة الأرض اللي تم سحبها من نادي الزمالك خلال اليومين اللي فاتوا حصل عليها جدل كبير جدا جدا موجود على السوشيال ميديا وكمان في كل القنوات التلفزيونية، نظرا لقيمة نادي الزمالك ونظرا كمان لقيمة قطعة الأرض اللي المفروض كانت تعمل دخل كبير جدا يعين النادي على كل مشاكله المالية. طبعا الدولة التوجه بتاعها هو تخصيص أراضي، رقعة خضراء، تخصيص أندية، الاهتمام بمراكز الشباب والأندية وخاصة في المدن الكبيرة والجديدة. كل ده موجود في توجه الدولة، ولكن انت خدت أرض من فترة كبيرة جدا. أنا عجبني بيان وزارة الإسكان وحدائق 6 أكتوبر، شرحوا فيه كل آليات الموضوع. ده البيان بتاع 6 أكتوبر بتاع وزارة الإسكان اللي بيتكلموا فيه على تأخير عمليات الإنشاء اللي المفروض تكون 25%، أنت بنيت 1% فقط لا غير، علشان توقف عملية سحب القطع. ادوك مهلة سنتين وانت لم تتحرك ولم تفعل شيء، لانك انت عندك اهتمام فقط لا غير بالفريق الاول لنادي الزمالك، ونسيت تماما المشاكل الاخرى اللي موجوده واللي تترتب عليه اللي احنا شايفينه في الوقت الحالي. انا الغريب بالنسبه لي وكالعاده ان وزاره الاسكان تطلع بيان ونادي الزمالك كمجلس اداره ما يطلعش حاجه يقول 1 2 3 4 كيفيه التصرف، كيفيه العمل، لماذا لم يتم الانشاء، هنبدا امتى، هنتعامل امتى، هنشتغل ازاي. انما المناشده من كل اولادنا الزمالك ومحبين الزمالك ممتاز، انما في الحقيقه المفروض يكون في مجلس اداره معني بالامر يطلع يطلع بيان لكل محبين، لكل القائمين، للاعلام المصري، لكمان السوشيال ميديا، يقول ان الموضوع 1 2 3 4 هيتم انتهائه في الفتره الجايه. انما بالشكل ده الحقيقه دايما غايبه في نادي الزمالك. تحياتي.